السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي قناة ملاعب المغرب نيوز. اليوم نأخذكم في جولة خاصة داخل أوراش رياضية كبرى تعكس بوضوح حجم التحول الذي تشهده البنية التحتية الرياضية بالمملكة المغربية. تحول نابع من رؤية استراتيجية جعلت من كرة القدم رافعة حقيقية للتنمية وواجهة لإشعاع المغرب قاريا ودوليا. في خلال السنوات الأخيرة انتقلت الملاعب المغربية من منشآت تقليدية إلى فضاءات حديثة تستجيب لأعلى معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا، واليوم تتواصل هذه الدينامية مع الاستعداد لتشييد 4 ملاعب جديدة من الجيل الحديث في مدن مختلفة. نبدأ من مدينة الدار البيضاء التي تستعد لإعادة بناء ملعب تيسيما في مشروع عصري بسعة تقارب 20,000 متفرج وبتكلفة تناهز 680 مليون درهم، مع تصميم حديث، تغطية كاملة، وتجهيزات تضمن راحة الجماهير والإعلام وفق المعايير الدولية. ننتقل بعد ذلك إلى مدينة خوريبكا، حيث يرتقب تشييد ملعب جديد بسعة 20,000 مقعد لفائدة أولمبيك خوريبكا في إطار شراكة تجمع عدة مؤسسات وطنية بهدف إعادة الإشعاع الرياضي للمدينة وخلق دينامية تنموية جديدة بالإقليم. ومن وسط المملكة إلى جنوبها، وبالضبط مدينة الداخلة، حيث دخل مشروع الملعب الكبير مرحلة التنفيذ الفعلي. ملعب بسعة 15,000 متفرج بتصميم يجمع بين الطابع الصحراوي والحداثة، ومن المنتظر أن يكون جاهزا نهاية سنة 2027 لاحتضان التظاهرات القارية والدولية. أما في مدينة الناظور فقد تم إطلاق الدراسات الخاصة ببناء ملعب حديث بجماعة بوعرك بسعة 20,000 مقعد، مع تجهيزات متطورة وتنظيم محكم لتدفقات الجماهير واعتماد فلول بيئية مستدامة. في الختام، يتضح أن المغرب لا يبني ملاعب فقط، بل يبني رؤية متكاملة تجعل من الرياضة لغة عالمية للتنمية والإشعاع. شاركونا آراءكم، أي ملعب أثار اهتمامكم أكثر؟ لا تنسوا دعم قناة ملاعب المغرب نيوز بالاشتراك والإعجاب، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.